تونس ما عاد تشارك فيه الشان. هذيك الشان هذه احنا في الجزائر نتكلموا عليها، هي ما عندها حتى علاقه في كره القدم. اللي يخمم هذا الشيء هذا غلط جدا. ليش؟ احنا في لان ما كاش كاين بزاف الفرق الوطنيات ما يجيوش من افريقيا. كاين اللي كيما احنا كي داروها في الجزائر، كاين بلدان اللي الجزائر هي استقبلتهم، يبعث لهم طياره كل شيء، ما عندهمش، ما عندها حتى معنى. موتسيبي هذا سمحوا لي، موتسيبي هذا سي ان اوم دافير، انسان تاع الاخر. كرة القدم اللي جا لكرة القدم، انا على حساب رايي هلك كرة القدم في افريقيا. وعيسى حياته كان هو اللي عملوا عيسى حياته سيد علي زادوا. نعرفوها كاش تصير لاكاف، نعرفوها كاش تصير. شنو يعني رجل اعمال تقصد؟ بس رجل اعمال هذا رجل اعمال. لاكاف لازم لها انسان واحد اللي موالف يكون في هذا السير تاع لاكاف، وممكن يكون لا ولكن يحسب في كاس افريقيا. علي بالشيخ نعم. يحسب، انا متفق معك، ولكن يحسب الموتسيبي ان اولا كانت هناك زيادات في الايرادات الماليه بالنسبه لكاس افريقيا، ما بقاش كما الاول. قد زادني. لا هي متفق معك. شوف لا خلينا الان البطوله العربيه فراسك بان المقارنه ما بين كاس افريقيا وكاس العرب. اتعس رئيس في الاتحاد الافريقي موتسيمبا، اتعس رئيس ولا عنده حتى تفكير، ولا عنده برمجه، ولا عنده خطه يمشي عليها، ولا عنده حتى شيء. رئيس ما عنده حتى شيء. اي حاجه يعملوها في اوروبا ما ينجموش اوروبا يجيو يسوونها عندنا هناك يجربوا فينا. احنا ماناش تاع تجارب، راهو اي واحد يجي يحب يجرب حاجه يجي عندنا. اتعس واحد ولا عنده حتى شخصيه، حتى شخصيه. وكره القدم مازلنا باش تتداور اكثر من هكا. شو ما عندك نداوروا اكثر من هكا. كلهم يجاملونه. ها شوف كلهم يجاملونه. كلهم يجاملونه. شخصيته قويه، رجل اعمال ملكي. رجل اعمال روح عاوز اعمال ربي يزيدوا. جنوب افريقيا قوي. بس بعد اذنكم انا لو سمحتوا خلونا نبعد عن الامور الشخصيه ونتكلم مهنيا. فعلا تمام. شخص في النهايه هذا شيء له الاحترام وله التقدير، ويعني انا اعتذر بالنيابه عنكم فنحن نتكلم في الشخص مش حلو. نعم. لان الشخص مش موجود بيننا، ولكن خلينا نروح الى الجانب الفني. الجانب وهو الفني الأهم. هو الكلام اللي احنا لازم نتكلم فيه، اللي هو مردود بطوله الشان او بطوله افريقيا المحليين على تطوير او تطور الكره في افريقيا. ولكن بنقطه نظام اذا سمحت انا بفهم منكم، انا مش فاهم الموضوع. انا اقول لك نقطه نظام تدخل علي. عادل الله يخليك، بس عشان انا ابي اوصل فكره يعني. عدد لي ايجابيات بطوله الشان، قول لي والله صار كذا وكذا 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 وكذا، على اساس ان كابتن علي بالشيخ ولا عمار يسمعون ويفندون. اوكي. اولا انا متفق مع لا مع سميتو عمار ولا مع علي بالشيخ، وما يدخلني كذلك متفق مع الاستاذ احمد. الشان كان هو حسب تصريح ديال الاتحاد الافريقي، احنا ما نذكروش الاشخاص، احنا بيان الاتحاد الافريقي على ان اولا هناك جميع المنتخبات تشارك بلاعبين محترفين، يعني لائحه 23 لاعب تجد كلها من اوروبا يمارسون في الدوريات الاوروبيه، وهذا كل منتخب من حقه عشان يتنافس على الكاس الافريقيه، وبالتالي كان المتضرر هو اللاعب. احنا نكلمك على بطولة الشان. نعم بطولة الشان، المتضرر هو اللاعب المحلي في البطولة. أيوة. أخرجوا البطولة المحلية الشان بشرط أن يشارك فيها اللاعب الذي يمارس في الدوري المحلي. ممتاز، المحترف المحلي. مش محترف. ثاني نقطة أن لاحظنا أنه تطور على مستوى البنيات التحتية، فمثلا هناك كان مثلا منتخبات شمال إفريقيا، الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا، يعني مصر، كلها كانت تعاني الفرق، أو سواء الفرق على مستوى الأندية أو حتى على مستوى المنتخبات في مختلف الملاعب جنوب الصحراء، لأن كانت هناك نقص في البنية. الآن أصبح الكونفدرالية الإفريقية تدعم بعض الدول، مثلا كأس إفريقيا بعد المغرب هناك تنظيم ثلاثي بين كينيا وأوغندا وكذلك تنزانيا. الفكرة أن بطولة الشان الأخيرة نظمت بالملاعب التي ستنظم فيها كأس إفريقيا، وبالتالي كان هناك يعني تجربة في الملاعب، كيف ستكون هذه الملاعب، كما وقع في قطر لما نظمت كأس العرب قبل كأس العالم، كانت بروفا للكأس العالم 2022. الملاعب حق كأس أفريقيا. ها؟ الملاعب
جهزت للكاف البطوله الافريقيه مش للشان. لا هي البطوله الافريقيه يسوي الشان عشان يجرب فيها الشان قبل بسنه يجرب فيها الشان. هذه ايجابياتها كابتن، هذه ايجابيات، هذه ايجابيات. لا ايجابيات على المستوى البنيه التحتيه. ماذا يستفيد اللاعب؟ بهدوء بسمع انا بركز شوي. اتفق ويا عمار حكى جزئيه جدا مهمه، موضوع الاتحاد الافريقي خلينا نقول المشاكل اللي فيه، ما نريد نقول الفساد اللي فيه. تعرف شهاده البرو والاي اللي موجوده بالكاف ما يقدر يشتغل بها بالاتحاد الاسيوي في اي بلد في اسيا. ليش؟ لازم يعادلها. يعادلها من وين؟ يعادلها من الاتحاد الاسيوي. لا تعادل ابو شمام، لا تعادل. لا تعادل يعني ما يعترفون فيها. الاتحاد الاسيوي ما يعترف بها. ليش؟ لانه معروف انه في مشاكل هناك. والاتحاد الاوروبي ما يعترف به. في ناس الاتحاد الاوروبي ما يعترف به. في ناس تاخذها اي كلام. يعني في كثير مدربين ياخذها اي كلام، يجي هنا يقول انا عندي برو وعندي اي. الاتحاد الاسيوي ما يقبل. عشان كذا ما نشوف مدربين افارقه عندنا كثار. انا اكلمكم على المستوى. عمار كلامه صحيح. المنهاج انا ابو جاسم، انا كنت لاعب ونعرفها. الاتحاد الافريقي ولا فما جاء رئيس في الاتحاد الافريقي صلح كرة القدم الافريقيه. ما هو باحتياج تصفيات اهل انا واش حبيت نقول هذا الشان هذايا اي فيدراسيون ولا اي منظومه كي تنظم حاجه هكذا لازم تعلنها سنه من قبل مينيموم. احنا في الجزائر كنا قاعدين كل واحد وين حتى قال لك منا على شهرين ثلاثه كاين الشان. واش هذا الشان؟ حاجه جديده ما علموه لا لافاف لا فيدراسيون الاتحاديه الجزائريه لا. قال لك هيا كاين جمع اللاعبين هيا دير فاذا تحاوشن باش يقولوا المحليين اللي يلعبوا في المنتخب هكذا ممكن زعما يروحوا للالف. هاد اللاعبين باش يروح للالف لازم في الدوري تاعو يوري كل لاعب يبان في الدوري تاعو ولا يروح ليه ما نديرلوش انا الشان ويخسر. وزيد حاجه الجزائر كي نظمت الشان لو كان تعرف البيدجي بحث على البيدجي شو انا نسيتوا البيدجي الاموال اللي خسرت وراهي الفائده. هل اللي يروح النهائي يدي اكثر من اللي يخسر ولا يدير الشان ويولي خاسر هو في الاموال لهنايا. هذه زوج. ثالثا دوك الكاس العرب هذا رانا نشوفوه طلع في المستوى كي تحطوا في شهر من ال 21 كاين كاس افريقيا على سمانات تبدا كاس افريقيا. هل هنا الاتحاديات لازم كيما نقولوا احنا يخطوا في الطابله باش يغيروا هاد الكاس افريقيا. انا ليا لو كان يدنيوه اخرها شوي سنه حتى لسبتمبر ولا سبتمبر تلعب هذه كاس افريقيا. الناس يحضروا اللي يجوا من اوروبا يلعبوا في البلدان تاعهم يحضروا يلعبوا كاس افريقيا يخلص سبتمبر يروحوا يلعبوا في النوادي تاعهم والكاس العرب ياخذ القيمه تاعو اللي لازم. وكل واحد ما يتجينا في هذه الاخر. المال وقوام الاعمال سيد علي. يعني ما نمشيش الكاس الافريقي. يعني نمشيش اما احنا في مشكلتنا في الجامعات نخافوا نلعبوا الشان. احنا قالوا لها ما تلعبيش الشان نعاقبوا الفريق الوطني ما نمشيوش ما يروحش. علي الشيخ كاين مساله اللي وقعت في هذه الكاس الاخيره وقعت لمصر والجزائر. النظام اللي كان في التصفيات كان 19 المنتخب اللي تأهل لكينيا وتنزانيا بالاضافه لثلاث البلدان المنظمه المشتركه هي 21 وحنا هي 22. المفروض انه يكون 24. اعلنت الجزائر ومصر عدم مشاركتها ومقاطعتها للشان. انا استغرب بقي الشان تقريبا شهر خرج بلاغ من الكاف ان مصر غادي تلعب ملحق والجزائر غتلعب ملحق. ملحق في وين؟ لان الجزائر قالوا لهم لو كان ما تشاركوش راح الفريق الوطني الالف ما يلعبش كاس افريقيا. ثاني كيف العالم يعني كيف ما سيد علي يعني كاس افريقيا سيد علي يعني كيف ما نمشيلوش كاس افريقيا ما دام ما فماش اموال وما فماش تنظيم وما فماش حاجه ما نمشيش كاس نلعب في الكاس العربيه خاطر فيها فلوس. الدين ضعيفه ماديا فنيا ممكن السنوات الاخيره فنيا يطلع السنوات الاخيره فنيا يكونوا موجودين يكون باين لما يجيو اللاعبين وتصير مقابله مثلا تونس مصر السنغال الكاميرون نيجيريا فنيا اوكي ولكن امور تنظيميه وامور فلوس. يعني المفروض عليك انت الاتحاد الافريقي منظم دوره كل سنتين
تمد فيها 20 مليون، ما تمد السبعه، ما تستغلش يعني انه فما مشاكل ماديه في جل الجامعات في افريقيا. ما في فلوس. طيب ما في فلوس، يعني نشوفوا فيها يعني لما غير ما نذكر المستشفى بدايره، يعني الملعب كله داير وتطلع في التلفزيون وتبيع في حقوق البث وكذا. وين هذا كله؟ فيه فلوس، ما يحبوش يمدوا فلوس. شوف كابتن، فيه وما يحبوش يمدوا فلوس. يا كابتن عاد خلينا المره اللي فاتت قص خويا كمل. لا انا اكد لك غير المساله ديال القابون هل يعقل الوفود الاعلاميه فين كانت تبيت؟ النوم. مؤسسات تعليميه، اقسام جردوها من ليش وافقوا تصير بطوله هناك؟ انا اقول لك ما في خالد، ما في اشراف قبل البطوله، لجنه تروح تطالع الملاعب، من لجنه تروح تطالع السكن والفنادق. لا ما في على كيف اللجنه؟ ما في، يعني المشكله هذه كبيره الصراحه. شوف اللجنه يحطها على كيف. مين شكون يمشي هو يتفقد الملاعب ويتفقد النزل؟ شكون؟ يعني لجنه بالكاف، لجنه فنيه من الكاف. من الكاف هل تعقل لجنه بالكاف باش تعكس رئيس الكاف؟ لا يمكن، ما تنجمش تعاند، يعني هو اللي حاكم واللي يشغل فيهم. يعني معناته البطولات يعني الموضوع ما لازم نخرجوا بخلاصه. الخلاصه اي رئيس يجي يمسك الاتحاد ما يطورش منه عمار، بس ما يطورش من اللعبه وما يطورش من البطوله. لازم تطور اللعبه اوكي فنيا اوكي، ولكن ما يطوروش معناتها من الناحيه الماديه. بس سؤال من الناحيه الماديه، سؤال واحد خالد بس لم اتوقع عمار بطولات افريقيا اللاعبين الكبار ما قاموا يحبون يروحون بطولات افريقيا، صح ولا لا؟ صح. مين اللاعب الكبار؟ يعني اللاعبين اللي يحطون في الدوري الانجليزي، الدوري الايطالي، لا ادري كان يجوا. لا ما بس مو بالسابق، انا اكلم وياك لما يجي نفس الاداء اللي قاعد يقوم فيه ولا يقل مستواه. لا يجي الاداء، الامور الفنيه، الاداء. شوف الاداء ما اكلمك على سمويل ايتو ايام قبل الحين، هي انا اكلمك على الوضع الحين. قبل خاطر ممكن الامور اللاعبين، الجوده نتاع اللاعبين كانت افضل شويه من الجوده نتاع اللاعبين. الحين لا متابعين. انا اكلمك على الحين. شوف في الامور الفنيه في رتم عشان اللعبه في افريقيا فيه، ولكن اني ايش طالب منه الاتحاد الافريقي؟ طالب منه يعني التنظيم يكون في اعلى مستوى، طالب منه الفلوس. اهم حاجه انك سامحني ما نجيش اني بطوله افريقيه تعمل فيها انت كل سنتين وبطوله كبيره وعندها تاريخ كبير، تجي تكون تمد لي تبدا لي ب 3 مليون توصل لي ل 7 مليون. لا 7 مليون هذه خليها نفس هذه نحب 20 و25 مليون. أندية الخليج لله الحمد الاتحاد الخليجي الله ينوب عليك برئاسة الشيخ حمد خليفة واخوانه يزيدك فلوس على فلوس. انت ماناش كيف لا ما يصير. انت يا جميل انتوا لاعبين ما تنجمش تقارن. احنا امور الفنيه افضل منكم، انتم بامور ماديه. لا انا معاك يا عمار، مو مغارنه انا قاعد اكلمك. اسمح لي، اذا انت تكلمتوا الان عن الشان وطلعتوا كل العيوب فيها، الان انتقلتوا الى كاس الامم الافريقيه وذكرتوا فيها كل العيوب. شان ما عندي به حتى دخل، مش لكن الان اصبحت المشاكل ايضا متعلقه بكاس الامم. هل يعقل انه هذول المسؤولين ما يشوفون هذا التذبذب في المستوى والتنظيم والامور السيئه اللي تحدث في كاس الامم الافريقيه؟ ورغم كذا مثل ما ذكر جمال انه حتى المستوى الفني لم تعد بطوله افريقيا. شوف لما تصير كاس افريقيا خلينا نكون واضحين مع بعضنا، نكونوا واضحين الساعه وللامانه. لو تصير في المغرب، تصير في مصر، صارت في تونس، تصير في الجزائر، الامور التنظيميه في جنوب افريقيا، الامور في جنوب افريقيا، انا نسوي جنوب افريقيا فقط. لما تصير في البلايص هذوما تكون اوكي. لما تصير في اماكن اخرى نعطيك حاله الملعب سيئه. كارثه موضوع السكن اللي تقول عليها. شوف خالد السكن يا عمار، السكن بيوصل في بعض البطولات. يعني احنا لعبنا بطولات افريقيه بيوصل، يعني السكن يوصلك يا خالد ان انت ممكن من اللي انت شايفه ومش مصدقه، انت يعني اديني كسبت، لو ما كسبتش اديني هخلص من اللي انا فيه وهرجع. والله